السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. رجعنا لكم بعد غياب أكتر من 100 يوم بمشروع بسيط وسهل. الديكورات دي مراتي شافتها في فيديو على تيك توك وعجبتها وقالت لي أعمل لها زيها، فقلت أحاول أعملها كده ونتعلمها مع بعض. وطبعا هنشرح المشروع خطوة بخطوة بطريقة بسيطة. سريعا قبل ما نبدأ اعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا نشوف هنصنعه ازاي. اول حاجه بدات بقطعه من خشب الام دي اف 2 مللي، وطبعا تقدروا تستخدموا الكرتون مفيش اي مشكله، استخدمناه على القناه كتير. انا عاوز الخشبه دي تكون فيها زاويه 90 درجه، يعني تكون مقطوعه مظبوط. هستخدم الخطوط اللي موجوده على الارضيه دي في الكاتنج مات، بحط الطرف على الخط الافقي بخليه مساوي بالظبط. بعد كده بستخدم المسطره وبحطها على الخط الرأسي من عند البدايه والنهايه، وبقطع زي ما انتم شايفين. الخشب بيتقطع بسهوله مجرد ان احنا بنضغط كذا مره كده بالمشرط. بعد كده بعيد نفس الخطوه تاني عشان يكون عندنا زاويه 90 درجه. الخطوات اللي جايه كلها نقدر ان احنا نستخدم المشرط في التقطيع زي ما شفنا من شويه، لكن انا الحقيقه كنت شاري لعبه جديده كده وعاوز اشتغل بيها. ده منشار طاوله للمصغرات، كان نفسي من زمان اشتريه يعني، وقلت اجربه قدامكم وهعمل لكم ريفيو عنه ان شاء الله. عاوز العرض بتاع البيت يكون 7 سم. طبعا المنشار بيسهل علينا جدا موضوع التقطيع. زي ما انتم شايفين المسطره اللي في الجنب دي اللي بيسموها الفنس دي بنظبطها على ال7 سم او ايا كان اللي احنا عاوزينه، وبنشغل المنشار ونبدأ التقطيع بتاعنا. طبعا الزاوية اللي احنا قطعناها 90 درجة الناحية التانية بتمشي على المسطرة اللي في الجنب دي، وبتخلي التقطيع كله بنفس العرض. زي ما انتوا شفتوا كده التقطيع بسهولة جدا. كمان لو عاوز اكرر نفس القطعة كلها بنفس العرض ما بحتاجش بقى ان انا اقيس ولا غيره، بقطع 10 قطع كلهم بنفس العرض بكل بساطة. ما ننساش طبعا نقفل المنشار بعد ما نخلص، لانه ممكن يعورنا جامد جدا لو ما خدناش بالنا. زي ما هتلاحظوا كده هتلاقوا القطع كلها 7 سم بكل بساطة. كمان كنت عاوز الطول بتاع القطع يكون 14 سم، فأي زيادات كده هحتاج إن أنا أشيلها. وطبعا الفنس مش هينفع في الطريقة دي. هستخدم المسطرة اللي على شكل حرف تي دي، باضغط كده الخشبة في اتجاه المسطرة. بعد كده باجي عند العلامة وبشغل المنشار وبقطع زي ما شايفين كده. الموضوع بسيط جدا. فايدة المنشار هنا وفر عليا وقت، كمان كل التقطيعات كانت مساوية والزوايا 90 درجة مظبوطة جدا. جيت على واحدة من الأوجه، خدت علامة عند ال10 سنتي وخدت خط كده. بعد كده هقسم الخط ده بالنص وهوصل الجزئين دول. أنا عاوز أرسم الشكل الهرمي اللي بيكون فوق البيوت، أكيد فاهمين أقصد إيه. هقطع الأجزاء دي بقى بالمشرط. بقى عندي المنظر ده هعمل منه قطعتين. أما القطعتين التانيين قصرت الطول بتاعهم بقى 10 سنتي. محتاجين بقى نرسم التصميم بتاعنا. طبعا انا بصيت في الفيديو زي ما قلت لكم اللي على تيك توك، خدت التصميم وبعمل زيه، مجرد بس ان انا رسمت شويه مستطيلات كده قد بعض عشان تبقى شبابيك. طبعا لو مستخدمين هنا الكرتون هنقطعها بسهوله جدا باستخدام المشرط. اما في الخشب بنحتاج نعمل فتحه بالدريل. بعد كده هستخدم المنشار اليدوي منشار الاركت. الفكره فيه ان السلاح بتاعه بيتفك وبعد كده بدخله في الفتحه اللي عملناها دي، وكده السلاح هيكون جوه نقدر نقطع بسهوله. التقطيع مجرد ان انا بمشي على الخطوط اللي جوه دي. أول وتاني مرّة يعني كان التقطيع صعب شوية بالنسبة لي، بس بعد كده الموضوع بقى أسهل جدًا. وزي ما أنتم شايفين كده الزوايا مش مضبوطة أوي، عشان كده هاستخدم مبرد عشان أضبّط الزوايا تبقى 90 درجة بتاعة الشبابيك من جوّه يعني أقصد. وخشب الMDF من الأخشاب اللي بتتصنفر بسهولة جدًا، فالموضوع ما بياخدش وقت. بعد ما خلّصت أول شباك وهنا باقي لنا واحد بس ووصلنا للشكل ده. كمان في التصميم كان في شباك دائري كده موجود فوق الشبابيك، هاستخدم المسطرة دي فيها دواير كتير بأقطار مختلفة. علمت دايرة كده حجمها مناسب. بعد كده بالشنيور عملت فتحة. البنطة بتاعت الشنيور ما هياش كبيرة كفاية، فعشان كده هستخدم المبرد الدائري وهصنفر الأجزاء الداخلية لحد ما تيجي على الخط بالظبط. محتاجين بقى نعمل الشكل اللي هو الزائد اللي بيكون جوه في الشبابيك. هستخدم العصيان بتاعة القهوة والشاي دي اللي بنقلب بيها القهوة والشاي، هتلاقوها في الكافيهات دايما. قطعت الجزء النص دايرة اللي بيكون قدام. بعد كده هقيس على العرض بتاع الثلاث شبابيك. طبعا هعمل الثلاث شبابيك مع بعض، هما كده كده لازقين في بعض، مش محتاج اقطع قطع صغيرة لكل شباك لوحده. بقى عندي القطعتين دول عاوز أصغّر العرض بتاعهم شوية، فبالمسطرة وباضغط جامد جدًا عشان الخشبة ما تتحركش. أمّا بالمشرط بامشي بالراحة واحدة واحدة لحد ما بتقطعها لي كده. هاستخدم الغِرَا الأبيض اللي هو غِرَا الخشب في اللزق، طبعًا إحنا شغالين بخشب فده أنسب حاجة دلوقتي. باحط نقطة كده على الأماكن اللي هالزق فيها، وباحط جزء بالعرض كده وباحاول إن أنا أوسطنه. عملت الصف الأول والتاني والتالت كمان بنفس الطريقة.
الخطوة اللي بعد كده هاحتاج أعمل القطعة بالطول، بس لو حطيتها بنفس الطريقة دي كده دلوقتي هتلاحظوا إن الطروف بتاعتها من هنا ومن هنا مرفوعة شوية عن الخشبة الأصلية، فمش هتنفع، مش هتلزق كويس. عشان كده استخدمت نفس الخشب بنفس السمك، وحطيت على بداية ونهاية الشبابيك، والجزء اللي في النص ده برضه حطيت له حتة صغيرة. بعد كده بقى هنلزق القطعة بتاعتنا اللي بالطول، وبرضه هنحاول نوسطنها، وكده هتلزق كويس جدًا. هاسيب ده بقى كله ينشف. ده الشكل من جوه، وده شكله من بره. بعد ما نشف محتاجين نجمع القطع دي على بعضها. زي ما قلت لكم انا قصرت القطع اللي كانت 14 سنتي خليتها 10 سنتي عشان تبقى مناسبة للتصميم. هستخدم برضو نفس الخطوط اللي على الارض عشان اللزق بتاعنا يكون بزاوية 90 درجة. بضغط كده، واي غيرة زيادة بشيلها وبمسحها بصبعي عشان ما تعمل لناش شكل مش كويس في الفينش. بعد ما لزقتهم بثبت بالسوبر جلو تثبيتة خفيفة. الناحية التانية برضو هلزقها بنفس الطريقة. والظهر كمان لزقته بنفس الطريقة. نقدر نسيب القطعة دي زي ما هي، هتمسك مفيش أي مشكلة. أما لو عندنا كلامبات من بتاعة الخشب، دول برضو كلامبات كده صغيرة، يعني قلت لو حد شايفهم ومش عارف بيستخدموا في إيه أجيبهم وأعرفكم بيستخدموا في إيه. دول بيستخدموا في تثبيت الخشب في الأعمال بتاعة الموبيليا وغيره. بنفتحهم كده بيكونوا كبار شوية، بعد كده بنضغط عليهم لحد ما بيمسكوا كويس، ودول بيثبتوا الخشب لحد ما يلزق. هسيبه بقى ساعتين 3 كده لحد ما الغيرة ينشف تماما، وهفك الكلامبات دي. قبل ما أكمل الخطوات محتاج ألون الجزء الداخلي بتاع المجسم باللون الأبيض قبل ما أعمل السقف يعني. اديته طبق أو اتنين لحد ما بقى اللون متجانس. والجزء اللي تحت ده محتاج أعمل فيه زي عتبة كده بسمك 1 سنتي. هستخدم نفس الخشب بتاعنا. مجرد بس إني بقيس الطول بالظبط وبعدين بقطع. والمرة دي هقطع بالبنسة دي، حلوة قوي في تقطيع الخشب، وبتقطع بزوايا 45 درجة. طبعا الغرض من القناة مش بس إن أنا أشرح الأعمال الفنية، لو في بعض المنتجات اللي بتقابلوها في فيديوهات أجنبي أو حاجة بحاول إن أنا أجيبها وأعرفكم إن هي بتستخدم إزاي على قد ما أقدر يعني. هكمل في الأربع زوايا بنفس الشكل. وبعد ما ثبتهم برضو بالغير الابيض بديلهم نقطتين كده من السوبر جلو يثبتوهم لحد ما الغير الابيض ينشف. السقف بقى مجرد ان هقطع قطعتين بالحجم المناسب. زي ما هتلاحظوا كده في واحده منهم اكبر بحوالي 2 مللي. لزقت القطعه الاولى، والقطعه الثانيه طبعا ال 2 مللي لانها مرفوعه شويه فكده هيبقوا مظبوطين. اعتقد كده خلصنا التصميم، باقي بس ان احنا نلونه. هستخدم اللون الابيض طبقه واتنين وتلاته لحد ما اللون يكون متجانس تماما. وكده أقدر أقول إن إحنا خلصنا التصميم الأول. تصميم بسيط وسهل وجميل. كمان كنت عامل تصميم بدأت بيه. التصميم ده طبعا أسهل شوية لكن بنفس التكنيك، اللون بس متغير وعدد الشبابيك أقل، فتقدروا تبدأوا بيه لأنه أسهل شوية. كمان هنعمل تصميم تالت زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة اللي فاتت، بس من غير أي فتحات خالص، مفيش شبابيك ولا حاجة. لكن هنعمل فيه شوية تعديلات كده وحركات في السقف. أول حاجة محتاجين نعمل مدخنة. هستخدم نفس البنسة اللي قلت لكم عليها قبل كده، وزي ما هتلاحظوا دلوقتي في زاوية 45 درجة. بحرك الجزء اللي تحت ده على الزاوية 45 وبيقطع بكل سهولة حتى لو الخشبة عريضة زي ما انتم شايفين. وبيدينا زاوية 45 درجة هتنفعنا جدا في صناعة المدخنة. هقطع الأجزاء دي بالطول المناسب. صغرت بس الحجم شوية، بقى عندي القطعتين دول. هستخدم الغير الأبيض في الأول، وزي ما انتم شايفين هتمشي مع الزاوية بتاعة السقف، عشان كده قطعتها بزاوية 45 درجة. لزقت القطعتين جنب بعض، وهكملهم بقطعتين برضو بنفس العرض والطول. نقدر برضو نسيبها زي ما هي كده، أو ممكن نستخدم الكلامب ده زي المشبك، برضو دي من الحاجات المستخدمة في صناعة الخشب، وهسيبها تنشف. وعشان أكمل السقف هستخدم قطعة من الورق المقوى، ورق الكرتون. هقطع شرايط بعرض 1 سنتي تقريبا. بعد كده هقيس كل شريط على العرض بتاع البيت أو السقف من فوق. هقطعه للطول المناسب. بعد كده باستخدام المشرط وهبدأ أقطع كده كل تقريبا نص سنتي أو سنتي. طبعا ما بقطعش بالكامل، أعتقد الصورة واضحة قدامكم. هيبقى ده شكل القطعة النهائي. طبعا هعمل بقى منها أعداد كبيرة، وبعدين هبدأ ألزقهم واحدة واحدة كده على السقف. هلزقهم باستخدام الغير الأبيض، وطبعا نقدر برضو نستخدم هنا مسدس الشمع هيكون مناسب جدا. وهتلاحظوا هنا الورقة كان فيها جزء ملون في ألوان كتير، وجزء تاني أغلبه أبيض. أنا دايما بلزق الجزء اللي أغلبه أبيض لفوق عشان لما أجي ألون بعد كده ما أحتاجش أحط طبقات كتيرة من اللون عشان أغطي الألوان التانية الفاقعة. وبرضو عند الحتة بتاعة المدخنة زي ما انتم شايفين كده قطعت الأجزاء بالطول المناسب لحد ما خلصت السقف.
أما آخر قطعة فهاستخدم شريط عريض شوية وهاتنيه كده بحيث إنه ياخد الزاوية بتاعة السقف، وأقطعه على المقاس المناسب، وبعد كده هلزقه وأثبته مكانه. وكده جه وقت التلوين. هنبدأ الأول بطبقة أساسية من لون رمادي أو أيا كان، يعني لون فاتح يكون متضاف عليه شوية غيرة أبيض كده خفيفة. هدي طبقة أو اتنين لحد ما اللون يكون متجانس. الطبقة دي بتساعدنا في تغطية الورق والكتابة اللي موجودة. بعد كده اما نحط اللون الأساسي بتاعنا هيكون واضح وهيكون متجانس جدا. بعد ما نشفت الطبقات دي هستخدم لون أحمر. دي طبعا ألوان أكريليك زي ما بستخدم دايما في فيديوهاتي. وكالعادة هضيف طبقة، ولما تنشف هضيف طبقة كمان عشان اللون يكون كويس ومتجانس. بعد ما اللون ينشف تماما بالقلم الرصاص كده هرسم بقى التصميم بتاعنا، شويه الشبابيك اللي موجوده قدام. طبعا المرجع بتاعي هو الفيديو، خدت سكرين شوت وبشوف ايه اللي موجود فيه وبحاول اعمل زيه بالظبط. رسمت 4 شبابيك قدام كده باشكال مختلفه، والمره دي مش هنحتاج نقطعهم بقى ولا مشرط ولا منشار ولا اي حاجه. كملت التصميم زي ما انتم شايفين كده. بعدين هستخدم اللون الابيض، الوان برضو اكريليك، وبفرشه صغيره هبدا ان انا الون الاجزاء الداخليه بتاعتهم على الحدود اللي انا رسمتها من جوه. هدي طبقة واتنين من الأبيض، وطبعا لو اللون الأبيض خرج على الحدود بتاعته نقدر نرجع تاني باللون الأحمر بفرشة صغيرة ونظبط الحواف في دي. بقى ده المنظر بتاعنا. هنستخدم كمان لون أسود. المرة دي استخدمت قلم فرشة، هيكون أسهل كتير من الفرشة العادية بتاعة الأكريليك. همشي بالقلم على الحواف في مرة واتنين باللون الأسود، وزي ما انتم شايفين برسمها عريضة شوية. بعد كده التصميم من جوه كان متدلع شوية، ما هوش زوايا قايمة، رسمته بميل زي ما انتم شايفين. هكمل باقي الشبابيك بنفس الطريقة على حسب التصميم اللي قدامي. الشباك الأخير كان شكله مختلف شوية. بعد كده هستخدم لون أكريليك رمادي غامق شوية، وبرضه فرشة كده هبدأ أرسم أشكال كانت قدامي برضه في التصميم فماشي عليها بالظبط. وبرضه برسم مستطيلات جوه كده في بعض القطع اللي موجودة من الشبابيك، بعيد عليها مرة واتنين بأي فرشة رفيعة. أما الشباك الكبير فهنرسم فيه مستطيل كبير شوية عشان يبقى ده الشكل. لحد دلوقتي باقي لنا حاجات بسيطة كده في التصميم. بنفس القلم الأسود هاجي على الحواف بتاعة السقف من فوق والونها باللون الأسود، وآخد برضو فيه حوالي سنتي كده من جوه من الجزء اللي فوق، طبعا باستخدام المسطرة يكون أحسن عشان يطلع الخط مظبوط. واللي عملته في السقف من قدام هعمله برضو في الجزء اللي ورا. كمان المدخنة من فوق برضو خدت فيها حوالي سنتي كده، هلونه برضو باللون الأسود. كمان ما ننساش نلون الجزء اللي فوق، وحتى المدخنة من جوه هنلونها برضو باللون الأسود. وكده نكون خلصنا التصميم رقم 3 وخلصنا كمان معاه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنسوش كمان تعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. والأهم ما تنسوش إخوانكم في غزة من دعائكم وتبرعاتكم. وختاما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.